انهيار إبليس في غزوة بدر كانت هزيمة الشيطان الكبرى يوم معركة بدر. وقفت قريش بأعظم جيش في التاريخ مقابل جيش المسلمين الذين كان عددهم أقل بكثير من جيش الكفار، لكن كان إيمان المسلمين راسخا شامخا. ثم ظهر إبليس بين صفوف المشركين على هيئة سراقة بن مالك، يشجع المشركين على القتال ويملؤهم بالثقة، قائلا: أنتم الأقوى، لن يهزم جيشكم. بينما هو كذلك، اهتزت الأرض ونزلت ملائكة بيضاء من السماء تقاتل مع المسلمين. رأى إبليس ما لم يستطع البشر رؤيته، وأيقنوا أن المعركة خاسرة. ارتجف إبليس رعبا وبدأ ينسحب مذعورا ويصرخ قائلا: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. حاول المشركون منعه لكنه تمكن من الهرب تاركا جيش قريش تلاقي حتفه. رأى زعماء قريش أن أفراد الجيش بدأ يقل ويسقط واحد تلو الآخر، وبدأ الرعب يتملكهم ويتمكن منهم. لم يكن معركة بدر قتالا عاديا، بل كانت حربا إلهية حسمتها السماء. سقط كبار قادة المشركين أموات، وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا، بينما اختبأ إبليس مهزوما مقهورا يلعن اليوم الذي شارك فيه في هذا الحرب. كانت هذه أعظم لحظات انهيار إبليس عندما فشل في مخططه وانهزم أمام إرادة الله التي لا تقهر.